النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده اتكلم ان الامه هتمر بخمس مراحل اساسيه، والخمس مراحل دول بيبداوا من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لحد قيام الساعه. والمرحله الاولى هي مرحله النبوه، واللي استمرت 23 سنه من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لحد وفاته. والمرحله الثانيه هي مرحله الخلافه على منهاج النبوه، والمرحله دي استمرت تقريبا 30 سنه، بدأت بخلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد وفاته تولى الخلافة سيدنا عمر بن الخطاب، اللي بعد وفاته تولى الخلافة سيدنا عثمان بن عفان، ثم سيدنا علي بن أبي طالب، وأخيرا سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي فترة الخلافة دي كل المسلمين كانوا مجتمعين على حاكم واحد بس، وكانت خلافة على الشريعة الإسلامية وعلى منهاج النبوة، على القرآن والسنة، ودول الشرطين اللي بتتحقق بيهم الخلافة. وفي خلافة سيدنا الحسن رضي الله عنه حصل انشقاق واختلاف بين صفوف المسلمين. سيدنا الحسن قرر ان هو يتنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية بن ابي سفيان، ومن هنا بدأت المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الحكم العاض، واللي بدأت بالخلافة الأموية من أول ما سيدنا معاوية بن أبي سفيان مسك الخلافة. ومن بداية المرحلة دي بدأ يحصل مخالفات للقرآن والسنة، يعني الخلافة ما كانتش على منهاج النبوة. ده غير كمان ان بعد موت سيدنا معاوية بن ابي سفيان بدأ يحصل اختلاف في صفوف المسلمين، وبقى موجود اكتر من حاكم للدولة الاسلامية في الوقت ده. ومن بعدها الدولة الاسلامية بدأت تنقسم وتتفكك، وبدأ يظهر دول ودويلات صغيرة بيحكمها حكام كتير جدا. ومن هنا بدأت المرحلة الرابعة، مرحلة الحكم الجبري. ومعنى الحكم الجبري يعني الحكم بالقوة، يعني بيظهر واحد معاه جيش يقدر يتغلب على الحاكم اللي موجود في الوقت ده ويمسك هو الدولة مكانه، وبعد فترة بيجي حاكم تاني يتغلب عليه ويمسك هو الدولة مكانه، وهكذا. وبعض العلماء بيقول ان معنى الحكم الجبري هو وجود بعض الدول العظمى اللي موجودة في العالم. حكام الدول العظمى دول هم اللي بيسيطروا على كل العالم، وهم اللي بيوجهوا الحكام او الرؤساء لكل الدول اللي موجودة اللي بيتبعوا ليهم. واكيد مش محتاجين نتكلم ونفسر اكتر من كده ونقول ان هي دي الفترة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. المرحلة الخامسة والاخيرة هي الخلافة على منهاج النبوة. الخلافة باذن الله هترجع تاني وهتكون على منهاج النبوة من جديد. كل المسلمين هيجتمعوا على خليفة واحد بس، وكل الحدود اللي بين الدول هتنتهي، والدولة الإسلامية هترجع قوة عظمى من جديد، وهيكون ليها كيان كبير جدا مسيطر على جزء كبير من العالم في الوقت ده. فزي ما قلنا ان شرط ان تكون الخلافة على منهاج النبوة ان المسلمين كلهم يجتمعوا على خليفة واحد بس، وما يكونش فيه نزاع او قتال على الحكم. والشرط الثاني ان ما يحصلش اي مخالفات للشريعة الإسلامية، فكل المسلمين في الوقت ده هيبايعوا الخليفة اللي موجود وهيتبعوا القرآن والسنة، ومش هيحصل اي مخالفات للشريعة الإسلامية بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ان الخلافة هترجع تاني بإذن الله. كل المسلمين في الوقت ده هيجتمعوا على خلافة واحد بس. الخليفة ده بإذن الله هيكون المهدي، وبعد كده هيكون سيدنا عيسى عليه السلام. والخليفة ده هيقود المسلمين لفترة تقريبا من 7 ل 8 سنين. بعد كده سيدنا عيسى عليه السلام هينزل وهو اللي هيكمل الخلافة. وفترة سيدنا عيسى هتكون فترة جميلة جدا، المسلمين هيعيشوا في الفترة دي أفضل أيامهم، الأرض هيبقى كلها بركة، والمسلمين كلهم هيبقوا أغنياء، مش هيبقى في أي فقراء على الأرض بإذن الله. فمين هو المهدي ده وإزاي نعرفه؟ هيظهر إمتى؟ وهيعمل إيه في فترة خلافته؟ هيستمر قد إيه؟ وإيه علاقة الدجال بالمهدي؟ كل ده بإذن الله هنتكلم عليه في قصة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة. فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو دي أول مرة تشوفني فيها أو لسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت، لأن ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لأكبر عدد من الناس. عشان ما اطولش عليك كتير، يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. قصة المهدي وحكايته من القصص اللي عليها خلاف كبير قوي، فيها أقاويل كتيرة جدا وأحاديث كتير، منها الأحاديث الصحيحة ومنها الأحاديث الضعيفة ومنها كمان الأحاديث الموضوعة اللي ملهاش أي أصل. ده غير كمان إن في اختلاف كبير قوي في قصة المهدي عند السنة والمهدي عند الشيعة. الشيعة بيقولوا إن المهدي ده اسمه المهدي المنتظر، فالشيعة بيقولوا إن المهدي ده هو الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري اللي هو الإمام الحادي عشر في عقيدة الشيعة. الشيعة بيقولوا إن المهدي ده هو عنده 5 سنين دخل في سرداب في سامراء في العراق. الكلام ده حصل سنة 260 هجريا، وبيقولوا إن هو لسه عايش لحد دلوقتي، وكمان هيفضل عايش لحد آخر الزمان، وساعتها هيخرج، وهم مسمينه المهدي المنتظر عشان هم منتظرين خروجه. فعقيدتهم ان الامام الثاني عشر هيخرج في اخر الزمان وهيحكم المسلمين،
وهم مستنيين خروجه عشان يتبعوه ويامنوا بيه. كل الكلام ده طبعا مش حقيقي وملوش اي دليل في القران او السنه، ومش هو المهدي الحقيقي في عقيده اهل السنه والجماعه، مش هو المهدي الحقيقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بخروجه. لان مفيش اي منطق او عقل يصدق ان ممكن واحد يخش كهف سنه 260 هجريا ويكون لسه عايش لحد دلوقتي وكمان هيخرج في اخر الزمان. الكلام ده كله تاليف من الشيعه وملوش اي اساس من الصحه. احنا باذن الله هنتكلم عن المهدي الحقيقي، المهدي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بيه وورد ذكره في احاديث صحيحه. العلماء واهل العلم بيقولوا ان الايمان بخروج المهدي في اخر الزمان ده شيء واجب على كل مسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه وبشرنا بخروجه، فواجب على كل مسلم ان هو يامن بيه. وان اي حد بينكر او بيكذب خروج المهدي في اخر الزمان ده كده بيكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن المهدي في احاديث كتير، بعض الاحاديث اتكلم فيها عن اسمه وبعضها اتكلم عن نسبه، بعض الاحاديث اتكلم فيها عن صفاته الشكليه، واحاديث اتكلم فيها عن حكمه وخلافته، ده غير الاحاديث اللي اتكلم فيها عن مكان خروجه وعن مين اللي هيتبعه وازاي نعرفه. الاحاديث كتيره جدا اللي اتكلمت عن المهدي المنتظر، منها الاحاديث الصحيحه اللي ثابته ومنها الاحاديث الضعيفه ومنها الاحاديث الموضوعه. فاحنا باذن الله هنتكلم عن الاحاديث الصحيحه في الاساس، وبعض الاحاديث اللي فيها ضعف هنتكلم عنها وهنوضح ان الاحاديث دي فيها ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي حديث تاني قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان المهدي المنتظر اسمه هيكون زي اسم النبي، واسم ابوه هيكون زي اسم ابو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهدي المنتظر هيكون اسمه محمد ابن عبد الله. وكمان عرفنا ان قبل خروج المهدي هتبقى الارض مليانه ظلم وجور، وبعد خلافة المهدي هيملى الأرض قسط وعدل. النبي قال إن المهدي هيكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بيقولوا إنه تحديدا هيكون من نسل السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء مختلفين هل هيكون من نسل الحسن ولا من نسل الحسين. بعض العلماء بيقولوا إن هو هيكون من نسل الحسين رضي الله عنه، لكن جمهور العلماء وأغلبهم بيقولوا إن هو هيكون من نسل الحسن رضي الله عنه. الإمام ابن القيم قال إن هو هيكون من نسل الحسن رضي الله عنه. ابن القيم بيقول إن سيدنا الحسن ترك الخلافة لله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى هيجعل من نسله اللي هيرجع الخلافة تاني في آخر الزمان بإذن الله. تعالوا بقى نتكلم شوية عن صفات وعلامات المهدي، اللي منها الصفات الشكلية اللي هنعرفه منها، والحاجات اللي هتحصل في عهده أو في ولايته. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وقال إن هو أجلى الجبهة. أجلى الجبهة يعني شعره تقريبا بادئ من ورا شوية، يعني ولا هو شعره كثيف قوي ولا هو أصلا ما عندوش شعر، لكن منبت شعره بادئ من ورا شوية، فجبهته عريضة وواسعة. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن هو أقنى الأنف. أقنى الأنف معناها إن مناخيره طويلة شوية وكمان فيها انحناء موجود هنا، يعني العظمة دي بارزة شوية ومنحنية. والمهدي ده هيكون شخص عادي جدا من عامة المسلمين، يعني من عامة الشعب، زيه زي أي حد موجود في الوقت ده. مش هيكون ظاهر عليه أي علامة تبين إن هو المهدي، يعني ولا هو هيكون عارف إن هو المهدي ولا حتى أي حد من اللي يعرفه هيكون حتى شاكك إن ممكن يكون هو المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن هو ربنا سبحانه وتعالى هيصلحه في ليلة واحدة، يعني هيصحى الصبح يلاقي نفسه شخص مختلف تماما، شخص عنده العلم والقدرة والاستطاعة إن هو يقود المسلمين كلهم، إن هو يرجع الخلافة تاني من جديد. وبالنسبة لميعاد وخروج المهدي فدي فيها خلاف كتير بين علماء المسلمين. بعض العلماء اتكلم عن الموضوع ده وبعضهم قالوا ان مفيش اي ادلة صريحة او صحيحة بتأكد الموضوع ده، مفيش اي ادلة صحيحة بتأكد ميعاد ومكان خروجه، فبعض الادلة دي ضعيفة وبعضها موضوعة ومش صحيحة. احنا باذن الله هنتكلم عن الميعاد والمكان، لكن بعض العلماء ضعفوا الكلام ده وقالوا ان هو مش صحيح، فالله اعلم هل الميعاد والمكان اللي احنا هنتكلم عليهم دول صح ولا لا. بعض العلماء بيقولوا ان قبل المهدي ما يحكم المسلمين هيكون في حاكم للمسلمين في الوقت ده، يعني هيكون في خلافة لكن الخلافة دي مش هتكون على منهاج النبوة، يعني الفترة دي هيكون فيها مخالفات شرعية للكتاب والسنة. فيقال والله اعلم ان الخليفة او الحاكم في الوقت ده هيموت وهيتقاتل ويتنازع على الحكم والخلافة 3 من اولاد الحاكم اللي مات، كل واحد فيهم هيطمع في الحكم من بعده وكل واحد فيهم هيكون ليه اتباع بيتبعوه. ويقال والله اعلم ان هيحصل حرب اهليه في الوقت ده بين اتباع الحكام ال3. المهدي في الوقت ده هيكون في المدينه اللي هيحصل فيها النزاع على الحكم، فالمهدي في الوقت ده هيكون مش عاجبه القتال والتنازع على الحكم، فهيقرر ان هو يسافر من المدينه اللي هو عايش فيها دي لمكه المكرمه عشان يصلي ويتعبد لربنا سبحانه وتعالى. فيقال والله اعلم ان اثناء ما هو بيصلي عند الكعبه الناس هيبايعوه على الخلافه بين الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالمهدي أصلا مش هيسعى للحكم ولا هيكون عايز يكون خليفة للمسلمين، لكن الناس اللي حواليه هم اللي هيصروا على ده وهم اللي بايعوه إن هو يكون خليفة للمسلمين في الوقت ده. والنقطة دي مهمة جدا لأن كل الناس اللي بيطلعوا يقولوا إن هم المهدي المنتظر هم بيدعوا ده،
هم طالبين الحكم والخلافة، لكن المهدي الحقيقي مش هيكون طالب للحكم والخلافة، مش هيكون أصلا عايز يكون خليفة للمسلمين، والناس هم اللي هيصروا إن هم يبايعوه ويخلوه خليفة للمسلمين في الوقت ده. في رواية بتقول إن واحد من الحكام اللي هيكونوا موجودين في الفترة دي لما هيعرف إن الناس بدأت تبايع المهدي المنتظر هيجهز جيش كبير جدا عشان يحارب المهدي، والحاكم ده والله أعلم هيكون بيحكم الشام أو فلسطين في الوقت ده. الرواية بتقول إن الجيش ده مش هيوصل أصلا للمهدي وهيتخسف بيه الأرض بين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ان خلال خلافة المهدي المسلمين هيعيشوا افضل ايام حياتهم، العدل والقسط هينتشر بين الناس، والبركة هتحل على المسلمين، الفلوس هتكتر جدا وكل المسلمين هيبقوا اغنياء ومش هيبقى فيه اي فقراء موجودين خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من امتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الامة، يعيش 7 أو 8 يعني حججا. وغالبا والله اعلم عاصمة الدولة الاسلامية في الوقت ده هتكون هي القدس بإذن الله. فترة حكم المهدي هتكون على الشريعة الإسلامية، هتكون فترة مليانة أمان ومفيش فيها خوف من أي حاجة بإذن الله. العلماء مختلفين في وقت خروج المهدي، بعض العلماء قال إن هو هيخرج بعد الملحمة الكبرى أو هرمجدون، المعركة اللي هتحصل بين المسلمين والروم واللي في نهايتها هينتصر المسلمين على الروم بإذن الله. المعركة دي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو من فيديوهاتنا في سلسلة أحداث النهاية، هتظهر معاك في حرف الآي اللي موجود فوق، وكمان هتلاقيها موجودة في وصف الفيديو، اتفرج عليها لأن أحداثها مهمة جدا ولازم كلنا نكون عارفينها. وبعض العلماء بيقول إن هو أصلا هيكون قائد المسلمين في الملحمة الكبرى، وبعض العلماء بيقول إن المهدي هيكون قائد المدد اللي هيكون جاي من المدينة المنورة بعد ما المسلمين يخسروا في بداية المعركة، وهو واللي معاه هيكونوا سبب النصر بإذن الله. فبغض النظر عن وقت خروجه بالتحديد، لكن أكيد لازم كلنا نؤمن بيه، لازم نؤمن إن هو هيخرج في آخر الزمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بخروجه. وفترة الخلافة اللي هيحكم فيها المهدي فيها خلاف بين العلماء، منهم اللي قال إن هي هتستمر 5 سنين، ومنهم اللي قال 7، ومنهم اللي قال 8 سنين، فالله أعلم الفترة هتكون قد إيه. لكن الأكيد اللي عليه إجماع علماء المسلمين إن في آخر فترات حكم المهدي هيخرج المسيح الدجال، وكمان هينزل سيدنا عيسى عليه السلام بإذن الله. هي فتنة المسيح الدجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، ويا ترى الدجال هيخرج منين وهيعمل إيه في الأرض في الوقت ده؟ وإيه هي العلامات اللي هتسبق خروج المسيح الدجال؟ ولما المسيح الدجال هيخرج هيعمل إيه؟ مين اللي هيتبعه ومين اللي هيحاربه؟ وإيه علاقة سيدنا عيسى بالمسيح الدجال؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. الفيديو ده هو جزء من أجزاء سلسلة علامات الساعة وأحداث النهاية. احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن المهدي وصفاته وعلاماته، واتكلمنا عن الأحاديث والأدلة اللي بتبشر بخروجه في آخر الزمان، واتكلمنا عن فترة حكمه وخلافته. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو، وكمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت لأن ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لأكبر عدد من الناس. كمان مستنيين آرائكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جاية. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.